السلام عليكم ومرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي وديالكم ام فراس. نتمنى هاد البيتزا تعجبكم بطريقه سهله بدون مجهود وبدون دلك، تتجي الروعه البنات. وهذه بيتزا صغيره هي شاركتها معاكم، يعني تتجي رائعه. ندوز معكم المكونات. هنايا 2 معالق صغار ديال خميره الحبيبات، ومعلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه ونص ديال الزعتر، كاس ديال الزيتون، زيت الزيتون، معلقه كبيره سنيده، ومعلقه نشا، وهنايا الدقيق ديال الفينو. ندوزو المرحله الاولى. عندنا هنايا 2 كؤوس ديال الدقيق العنبه ما يعادل 250 غرام، مع معلقه صغيره ديال الملح، وجوج معلقه كبيره ديال السنيده، ومعلقه كبيره د النشا، وجوج معالق ديال خميره الحبيبات، ومعلقه صغيره ونص ديال الزعتر. دابا هنايا نضيف ماء دافئ 2 كؤوس، ونستعمل الخلاط اليدوي البنات، ونبقى نخلط الخليط ديالي على هذا الشكل هذا. نخلط مزيان، تنحصل على الشكل ديال العجين ديالي يكون مزيان. نخلط بشكل جيد حتى ينسجم الخليط ديالي، حتى ما يبقاش يبان الحبيبات ديال الدقيق. دابا ندوز نغطي حتى يختمر العجين ديالي 20 دقيقه البنات على حسب الخمير. دابا نوضع الحشوه ديالي بعد ما تقلات مزيان. وضعت شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، يعني الفلفل الاسود. نخلي البصله ديالي تتشحر البنات، وندوز نقطع الفلفل ديالي الاخضر. نتوما تشوفوا معايا بهذه الطريقه البنات. غادا هكا تنكمل الفلفل ديالي على هذا الشكل هذا. ولكم الاختيار اللي عندكم متوفر في الدار البنات زينوا به. غادا هكا بالتقطيع. وندوز نحضر معاكم الصوليس ديال الطوماطيش. درت معاه الفلفل الاحمر وجوج حبات ديال الثومه. بعد ما طابت لي البنات طحنتها في الخلاط الكهربائي، ووضعت واحد معلقه ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال الزعتر، وشويه ديال الملح. ودابا ندوز المرحله الثانيه. تنلقاو الخميره ديالنا نفعلت على هذا الشكل هذا. غادي نضيف كاس الزيتون مع مرش، وغادي نضيف كاس ديال الفينو او السميد الناعم، ثم نضيف الدقيق الابيض. نتوما تتبعوا معايا على هذه الطريقه البنات. غنضيف كاس الاول والكاس الثاني. يعني في هذا العجين هذا غنستعمل كميه على حسب العجين ديالي. تنجمع العجين ديالي كاس الاول، غادا هكا البنات تنخلط. هذا هو العجين ديالي بعد ما تحصلت عليه. تبارك الله كيفاش جا. خليت العجين مرخوف البنات، وضعته على سطح العمل على هذا الشكل هذا. ونضيف واحد شويه ديال الدقيق. دابا ندوز نقسم العجين ديالي ونشكلو على شكل دائري بهذه الطريقه البنات. غادا بهذه الطريقه، ونخلي العجين ديالي يرتاح واحد 3 دقائق. نتوما تشوفوا معايا بحال طريقه الخبز ديال الدار. دابا نقرص العجين ديالي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمبتدئين اللي ما تعرفوش يقرصوا يديروا المطلق، يعني المطلق تساعد في العجين. غادا هكا وانا سنقرص. انا بالنسبه للعجين درت كميه كبيره، غنشارك معكم بيتزا كبيره وبيتزا صغيره. نتوما تشوفوا معايا. غادا بهذه الطريقه. انا دائما تنقرص العجين ديالي في الوسط، وهذا ندير بالصبعين ديالي على حسب هذا الشكل هذا. غنجمع الحواشي بهذه الطريقه. غندوز معكم هنايا بعد ما وضعتها في الفران واحد 2 دقائق، يعني درت لها نص طيبه. ودابا نوضع لاصوص ديالي.
نبقى نوزع على بيتزا بهذه الطريقه البنات. يعني انا دائما تنطيب البيتزا ديالي واخا 2 دقائق على هذا الشكل هذا. دابا ندوزو للتزيين. عندنا هنايا الجبن، نوزعها بهذه الطريقه البنات، واللي عندكم زينوا به. هذا هو الشكل ديالنا ان شاء الله. غنوضع الفلفل ديالي مقطع بهذه الطريقه. من بعد ما شحرت الكروفي ديالي ضفت له شويه ديال الملح، قليته مزيان. دابا انا تنزين به البيتزا ديالي على هذا الشكل هذا، تيجي رائع البنات، تنتمنى تجربوه. دابا نوضع الزيت الاسود على هذا الشكل هذا. غادا بهذه الطريقه. غنوضع الجبن فوق الكروفي على هذا الشكل هذا. غنضيف واحد شويه ديال الزعتر، لا عفوا نوضع شويه ديال البيض على الجوانب ديال البيتزا ديالي. غادا بهذه الطريقه باش تجي الجوانب محمره البنات، تجي الشكل رائع. غنوضع الزعتر، شويه الزعتر البنات، ونشعل الفران ديالي، نخليه يسخن مزيان، ونقص شويه ديال النار ونخليها طيب على خطره البنات. غندوز للمرحله الثانيه. غنشارك معكم بيتزا صغيره بعد ما بقات لي العجين على هذا الشكل هذا البنات. بعد ما طلقت العجين ديالي، هذا هو المون، شكل دائري بقى غادا هكا البنات. تنكمل العجين ديالي. من بعد غنوضع الطاوه ديالي ودرت له الورق المطبخ. طبعا نجيب الفرشيط ديالي ونبقى نثقب بيتزا على هذه الطريقه هذه، باش عاوتاني ان نوضعها في الفران بعد ما شعلته. نقلل البوط او نقلل الفران عفوا، نخلي البيتزا ديالي طيب على خاطر واحد 2 دقائق. بعد ما طابت وضعت لها لاصوص، وزعتها فوق البيتزا ديالي. دابا تنوضع الجبن هنايا كاشير البنات بهذه الطريقه. ودرت وضعت الطون، وغنوضع الفلفل الاخضر البنات بعد ما قطعته. وضعت الزيت الاسود على هذا الشكل هذا، ودرت شويه ديال الزعتر. وهي البيتزا ديالنا. هذا هو الشكل النهائي البنات بعد ما خرجتها من الفران، جات رائعه البنات. هذا هو الشكل ديالنا البنات نهائي بعد ما تحمرت تبارك الله، جات رائعه. والحشوه ديال البيتزا ديالنا تنتمنى تجربوها، تردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينه، وتنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا.